جمهور ماستر بيس فيلم اهلا بيكم. بيبدأ الفيلم بانتشار فيروس غريب اسمه داء الكلب، او يعني زي ما كلنا عارفينه مرض السعار. والمرض ده بينتشر في جميع انحاء العالم، وبينتقل المرض من الحيوانات للبشر بسرعة رهيبة، وده عن طريق العض، لدرجة ان الشخص المصاب بيتحول في 90 ثانية بس، وبيبقى في حالة هياج وغضب وبيدمر وبيقتل كل اللي حواليه، حاجة كده زي الزومبي. وبيتصاب الملايين بالفيروس ده وبيثيروا الذعر في العالم كله. وبنروح لقاعدة جيش تحت الارض، وبيكون الجيش جمعوا كل الناجيين من هجوم الزومبي، وبيكون في القاعدة دي معامل ومختبرات، وبيعملوا فيها تجارب علشان يحدوا من انتشار المرض ويسيطروا عليه، وكمان علشان يلاقوا له مصل. وبيتعاون الجيش مع الدكاترة علشان بيكونوا عاوزين يوصلوا للمريض صفر، او يعني اول مريض يتصاب بالفيروس، علشان من خلاله يقدروا يفهموا الفيروس اكتر ويلاقوا له علاج. وبيكونوا محتجزين مجموعة من الزومبي اللي قدروا يقبضوا عليهم في اقفاص علشان يستجوبوهم ويعرفوا منهم المكان والوقت اللي اتصابوا فيه ومين اللي صابهم. وقتها بنشوف مورجان، وبيكون مورجان شخص مدني، ولكن قصته مختلفة شوية، وده لأن مورجان اتعرض للعض من واحد من الزومبي ولكنه ما تحولش زيهم، وبنعرف إن دمه مقاوم للفيروس. وبرغم كده ما بيكونوش عارفين يستخلصوا مصل مضاد من جسمه، ولكن مورجان بعد ما اتعرض للعض بقى قادر يفهم لغة الزومبي وقادر إنه يتواصل معاهم، وعلشان كده بيخلوه معاهم في المختبر. وبينضم الفريق دكتورة جينا مديرة المختبر. بعدها بنشوف الجنود وهم جايبين واحد من الزومبي قدروا يمسكوه وبيثبتوه على كرسي جوه زنزانة ازاز، وبتبدأ عملية استجواب الزومبي ده، وبيشغلوا موسيقى عالية، وده بيكون أمر مؤلم ومؤذي للزومبي. فبيتألم الزومبي اللي رابطينه واللي بيكون اسمه جو، وبيكون عاوز يفك الكلبشات من إيده. بعدها بيدخل مورجان وبيبدأ يكلمه باللغة بتاعتهم، وبيبعت ملاحظاته لجينا اللي بتكون بره الزنزانة من خلال جهاز تواصل بيكون معاه. وبيسأله مورجان عن وقت إصابته والمكان اللي اتصاب فيه، وبنعرف إن جو من ولاية مينيسوتا، وإنه اتصاب في شهر أكتوبر، والوقت ده بيكون بداية انتشار المرض، يعني بيكون جو من أوائل الناس اللي اتصابت. وبيحاول مورجان ياخد منه معلومات اكتر علشان يقدر يوصل للمريض صفر، ولكن جو بيتعصب ومش بيرضى يجاوب. فبيخرج مورجان من الزنزانة علشان يسيبه يهدى شوية، لكن الكلام ده مش بيعجب العقيد نيكس اللي بيكون قائد مختبر جينا، وبيؤمر مورجان انه يكمل الاستجواب وما يضيعش وقتها بيتعصب جو في الزنزانة وبيفضل يخبط ويكسر، فبيدخل له العقيد نيكس وبيخلص عليه فورا. فبيتضايق مورجان وجينا من تصرف نيكس، وده لان جو كان ممكن يقول لهم معلومات اكتر ويوصلوا من خلاله للمريض صفر. وقتها جينا بتهدد نيكس انها هتطلب اقالته من المختبر بتاعها لو اساء استخدام سلطته مرة تانية. وبنشوف مورجان في حالة غضب شديدة، ولكنه بيسيطر على نفسه وبيدخل الحمام علشان يهدى. وبتروح له الدكتورة جينا وبتفضل معاه وبتهديه وبتديله ادوية مهدئة، وبيبان عليهم كده انهم بيحبوا بعض. وبيكلمها مورجان عن الكوابيس اللي بتجيله بسبب مراته اللي اتعرضت للعض واتصابت. وبعدها بيشوفهم نيكس وبيكون باين عليه انه غيران على جينا، لكن جينا بتصده وبتوقفه عند حده. بعدها بنشوف مورجان وهو رايح الزنازين اللي فيها الزومبي اللي بتكون تحت الارض، وبيقف عند زنزانة معينة. وقتها بنعرف ان الزومبي اللي في الزنزانة دي تبقى مراته جانيت، واللي اتعرضت للعض في نفس اليوم اللي اتصاب فيه مورجان. وبيديها مورجان حقنة مصل مستخلصة من دمه على اساس ان دمه مقاوم للفيروس، ولكن ده مش بيكون علاج جذري لحالة جانيت، ولكنه بيبطئ العدوى شوية وبيقلل مفعول تأثير الفيروس. وقتها جانيت بتقول له انها لسه فاكرة الموسيقى اللي كانوا بيعذبوها بيها اثناء استجوابها وبتنهار. وتاني يوم الجنود بيجيبوا زومبي جديد على الزنزانة وبيكون اسمه بيت، واثناء ما هم بيربطوه في الكرسي بيت بيقاومهم وبيقدر انه يفك نفسه وبيهاجم الجنود. وقتها بيجي على الزنزانة واحد من دكاترة المختبر واللي بيكون اسمه سكوتر، وبيساعد الجنود في انهم يسيطروا على بيت، لكن بيت بيقدر انه يعض في دراعه. وبياخدوا سكوتر على الغرفة الطبية علشان يقدروا يوقفوا انتشار الفيروس بسرعة قبل 90 ثانية، وبيطلب منهم سكوتر انهم يسيطروا عليه وما يدهوش اي فرصة يتحرك علشان ما يهاجمش حد. وبتديله الدكتورة جينا حقنة مصل وبتقطع له دراعه قبل ما الفيروس ينتشر في جسمه. فبيهدى سكوتر وبيبان عليه انه بقى تمام، لكن فجأة بتحصل له حالات تشنجات مرعبة، واثناء ما هم بيربطوه بيقوم سكوتر وبيكون خلاص هيهجم عليهم. فبيضربوا نيكس بالنار فورا علشان يحمي باقي الفريق. وبرغم من حزن جينا ومورجان على سكوتر، الا انهم ما كانش قدامهم اي اختيار تاني غير انهم يقبلوا بتصرف نيكس. وتاني يوم بيحاولوا يستجوبوا بيت مرة تانية، وبيكون مورجان مش طايقه لانه كان السبب في موت سكوتر، وبيفضل يعذبه بالموسيقى فترات طويلة. ولما بيبدأ يسأله بيقول له بيت ان هو برضه من ولاية مينيسوتا، وانه اتصاب في شهر اكتوبر، ومش بيرضى يقول اي حاجة زيادة عن كده. فبيتضايق مورجان وبيطلع مسدسه وبيهدده بيه لو ما اتكلمش، لكن بيت بيصمم
بيصمم انه يستفز مورجان وبيقول له لو راجل اضرب، وبيت بيقول له ان في مصابين كتير جايين على المكان وانهم ناويين يدمروا القاعده، لكن مورجان وقتها مش بياخد بكلامه وبيخرج من الزنزانه وهو في حاله احباط لانهم مش بيكونوا راضيين يتكلموا وكانهم متفقين مع بعض على حاجه معينه. وبنشوف مورجان وجينا وهم قاعدين مع الجنرال بيرس قائد الجيش وبيشرحوا له اللي وصلوا ليه، وبيقولوا له ان جو وبيت اتصابوا بالعدوى في نفس الولايه وكمان في نفس الشهر، والوقت اللي اتصابوا فيه بيدل انهم من اوائل الناس المصابين. وبتكون جينا عايزه توسع نطاق البحث عن المريض صفر ويدوروا في ولايه مينيسوتا. وقتها بيعترض نيكس على فكره جينا وبيقول انهم بكده هيخسروا جنود اكتر، لكن جينا بتكمل كلامها وبتقول ان الزومبي اتطوروا لسلاله اكتر ذكاء وخطوره ولازم يوصلوا للمريض صفر علشان يقدروا يحدوا من خطورتهم، لان بالشكل ده الزومبي هيدمروا العالم كله. وبيأكد مورجان فكرتها وبيقول للجنرال بيرس ان الزومبي مش ممكن يكذبوا، وبالتالي ولايه مينيسوتا هتوصلهم للمريض صفر بنسبه كبيره. في النهايه بيقتنع الجنرال بيرس بكلامهم وبيؤمر الجنود انهم يتوجهوا لولايه مينيسوتا ويقبضوا على اكبر عدد من الزومبي. بعدها بنشوف مورجان وهو عند جانيت مراته وبيديها حقنه تانية، وبتعرفه جانيت انها عارفه انه على علاقه بجينا، لكنه بيأكد لها انه بيحبها هي، فبتترجاه يخرجها من هنا وبتقول له انها بتفضل تكون حره بره الزنزانه على انها تكون في امان في مكان زي ده. فبيمسك مورجان ايدها وبيطمنها وبيطلب منها ما تفقدش الامل. بعدها بنشوف مورجان وجينا في اوضه في المختبر وجينا بتسحب منه عينه دم، وبنفهم انها بتحاول تعرف سر انه ما اتصابش وتعرف سر المناعه اللي عنده. وبرغم كده مش بيكونوا عارفين يستخلصوا من دمه مصل يعالج المصابين لانهم جربوا يحقنوا دم مورجان في فئران تجارب مصابه، ولكنهم برضو تحولوا والفيروس اتمكن منهم. وبتكون الميزه اللي في دم مورجان اللي اكتسبها من بعد ما تعض ان دمه بيقلل مستويات الفيروس في الجسم وبيبطئ العدوى وبيهدي حالات العنف عند المصاب، لكنه مش بيكون علاج للفيروس. فبتقول له جينا ان مفيش فايده من الحقن اللي بيديها لجانيت لان كده كده مش هتعالجها وحالتها هتسوء اكتر، وبيبان كده عليها انها غير الستات مش اكتر. لكن مورجان بيطلع مخلص ووافي وبيقول لها انه مش هيسيب مراته تموت قدامه وانه مش هيبطل يديها مصل من دمه على الاقل يبطئ انتشار العدوى عندها. بعدها بيفتكر مورجان اليوم اللي اتصاب فيه هو وجانيت، وده لما كانوا في العربيه وهجم عليهم مجموعه زومبي وقدروا يكسروا العربيه ويدخلوا ليهم ويعضوهم. بعدها جينا بتكتشف انها حامل من مورجان، وبنشوف نيكس وهو بيقدم التحيه العسكريه للجنود اللي ماتوا في عمليه البحث الاخيره اللي كانت في ولايه مينيسوتا. وفجاه بيقوم واحد من الجثث دي وبيهاجم الجنود، وبنعرف انه زومبي مدني عادي ولكنه اتنكر في زي الجيش علشان يقدر يدخل القاعده اللي هم فيها، وبيبدا يقتل المسعفين والجنود ومش بيسيب حد قدامه. وقتها نيكس بيحاول انه يخلص عليه وبيدور عليه في المكان، فبيهجم عليه واحد من الجنود اللي اتصابوا وتحولوا، لكن نيكس بيقدر انه يخلص عليه. وفجاه بيهجم عليه الزومبي اللي اتسلل ودخل القاعده وبيكون خلاص هيعضه، ولكن على اخر لحظه بيلحقوا مورجان وبيقدر يكتف الزومبي ده. وقتها نيكس بيكون هيخلص عليه، لكن مورجان بيطلب منه يسيبه علشان بيكون عاوز يستجوبه. فبيقول الزومبي لمورجان انه هو اللي جاي اصلا مخصوص علشان يتكلم معاه، وبيسلم نفسه ليهم بكل هدوء على عكس اي زومبي تاني. وبيودوه على الزنزانه الازاز وبيشغلوا موسيقى علشان يعذبوه، لكن الغريب انه مش بيتاثر ولا بيتضايق منها، وكمان بيولع سيجاره وبيكون زومبي رايق في نفسه، وبيبان انه انسان طبيعي جدا لكن عينيه متحوله، وده بس اللي بيوضح ان هو زومبي. غير كده هتحس انه شخص عادي. وبيلاقوا معاه بطاقته وبنعرف انه دكتور في الجامعه، فبيلقبوا مورجان بلقب البروفيسور. ولما بيبدا الاستجواب بيقول البروفيسور لمورجان انه سامع عنه من زمان وعارف بقدرته في التواصل مع الزومبي، فبيساله مورجان عن انه ازاي ما اتضايقش من الموسيقى. فبيرد عليه البروفيسور وبيقول له ان الزومبي فيهم ناس مميزين زي البشر بالظبط ويمكن احسن كمان. وبيكمل كلامه وبيقول لمورجان ان الزومبي انواع اكتر تطور وذكاء من البشر وانهم ليهم الاولويه انهم يحكموا العالم. وبيفهم مورجان من كلامه ان البروفيسور ده هو قائد الزومبي، فبيساله مورجان هو اتصاب ازاي. فبيحكي له البروفيسور بكل هدوء انه كان في محاضره وبيدرس فيها للطلبه في الجامعه، وجات له مكالمه من مراته فخرج علشان يرد عليها. وفجاه هجم مجموعه كبيره من الزومبي على المدرج اللي فيه الطلبه وصابوا عدد كبير منهم. واثناء ما كان البروفيسور بيهرب منهم بيعضوا واحد من اللي اتحولوا وبيتصاب، ولكن عقله بيرفض الاصابه وبيفضل متماسك لغايه ما بيوصل البيت علشان يطمن على مراته وبنته. واثناء ما هو معاهم مش بيقدر يسيطر على نفسه اكتر من كده وبياكلهم. فبيتضايق جدا مورجان من اللي سمعه، ولكن البروفيسور بيقول له مفيش حاجه اسمها المريض صفر، لان مهما حاولت توصل له هتلاقي الزومبي سابقينك بخطوه لانهم اذكى من حدود البشر. وبيستفزوا البروفيسور وبيسالوا عن جانيت مراته، وبيقول له انها مش هتحتاج علاج لان الزومبي في الواقع هم الحل للعدوى البشريه. وبيتكلم بفلسفه غريبه وبيأكد انه وراه حاجه وانه واثق ان الزومبي هم اللي هيسيطروا على العالم. فبيحس مورجان ان البروفيسور بيضيع وقت متعمد علشان حاجه
حاجه معينه مستنيها، فبيشك في كل اللي بيحصل وبيفتكر كلام بيت لما قال له ان في اعداد كبير من الزومبي جايين على المكان وهيدمروه. فبيجيب جهاز كشف الترددات اللي بيكشف عن اي اجهزه تجسس، وبيفحص البروفيسور بي ولكنه مش بيلاقي حاجه، فبيجري بسرعه على زنزانه بيت وبيفحصه، وبيتفاجئ لما بيلاقي جهاز تتبع محطوط في جسم بيت تحت جلده. وقتها بنفهم ان القبض على بيت كان مترتب له من الزومبي، وانهم حطوه في طريق الجنود علشان يقبضوا عليه كجزء من خطتهم، وده علشان يقدروا يزرعوه جوه القاعده بجهاز التتبع ويعرفوا مكان البشر الناجيين من الفيروس. وده بيأكد انهم تطوروا جدا وبقوا اذكياء وبيقدروا يخططوا، وان الزومبي ما بقاش عنيف وبيهجم ويعض وبس، لا ده كمان بيخطط وبيعمل فخ وبيستخدم اجهزه حديثه. بعدها بيجري مورجان علشان يبلغ الجنرال بيرس باللي حصل وبالخطر اللي مستنيهم، وبيأمر بيرس باغلاق كامل لكل مداخل ومخارج القاعده، لكن الزومبي بيكونوا سبقوهم وبيدخلوا للقاعده قبل ما يلحقوا يأمنوا نفسهم. وبتحصل مجزره كبيره جدا لما الزومبي بيهاجموا الناجيين بطريقه بشعه ومرعبه، وواحد من الزومبي بيروح للممر اللي فيه الزنازين وبيحرر كل الزومبي، وده اللي بيزود عددهم اكتر. وبيحاول الجنود يضربوهم بالنار، لكن بيكون عدد الزومبي اضعاف عدد الجنود، وبيفضل الزومبي يهجموا على اي حد قدامهم وبياكلوه، وبينتشروا في المختبرات والقاعده العسكريه كلها، وده اللي بيخلي كل الناس يجروا وهم في حاله رعب. وقتها العقيد نيكس بياخد جينا وبيهرب بيها لمكان امن، وبيكون وراهم الجنرال بيرس والزومبي بيجروا وراه، لكن نيكس بيقرر يضرب الجنرال في رجله، وده علشان الزومبي ياكلوه ويتعطلوا عن مطاردته هو وجينا. عقيد مش جدع وبيركب هو وجينا الاسانسير، ولكن جينا مش بيكون عاجبها تصرف نيكس وبتتعصب عليه، فبيقول لها انه كان لازم يعمل كده علشان ينقذ حياته وحياتها. وقتها جينا بتهدده بالمسدس وبتوقف الاسانسير وبتقول له انها لازم ترجع المختبر علشان تاخد العينات بتاعتها، وده لان البحث بتاعها هو الامل الوحيد في التخلص من الزومبي. لكن نيكس بيرفض وبيحاول يمنعها، ولكن عن طريق الخطأ بتطلع طلقه من مسدس جينا وبتقتل نيكس. يلا هو ابن حلال ويستاهل. في الوقت ده بيكون الزومبي عاملين حفله على البشر اللي موجودين في القاعده، وبيكون واحد من الدكاتره مستخبي منهم في معمل فئران التجارب، ولكن واحد من الزومبي بيقدر يوصل له وبيهجم عليه وبيدمر اقفاص الفئران المصابه، وبكده تبقى كملت. وبنروح لمورجان اللي بيكون عند جانيت علشان يحررها ويهرب معاها، وبتوقفهم جينا وبترفض فكره مورجان في تهريب جانيت، وبتقول له انها زومبي زيهم لان الحقن ما كانتش علاج وكانت مجرد مهدئ مؤقت. لكن مورجان بيرفض يمشي من غير جانيت، وبيجي زومبي من ورا جينا وبيهجم عليها لكنها بتقتله، وبتقول لهم انها هتروح المختبر بتاعها علشان تاخد العينات، وبيروح وراها مورجان وجانيت. بعدها البروفيسور بيصرخ بصوت عالي، وده بيكون عباره عن تنبيه للزومبي علشان يجوا وينقذوه. وبنرجع لجانيت ومورجان وجينا وبيكونوا بيحاولوا يهربوا من مخرج علوي. وقتها جينا بتشوف منطقه الناجين وهي متدمره تماما من الزومبي وبتنهار من اللي شافته، فبتقع شبكه التهويه من فوق، وده اللي بيلفت انتباه الزومبي وبيعرفوا مكانهم. وفي ثواني بيلاقي مورجان الزومبي المتحولين بيطاردوهم، ولكنه بيفضل يضربهم وبيوقعهم من فوق، وبيقدروا يطلعوا بره القاعده وبيوصلوا لجراج العربيات. لكن وقتها بيلاقوا البروفيسور في وشهم، وبيعرفهم انه جه هنا علشان يقتل مورجان لان دمه ممكن يتحول لعلاج، وده اللي بيكون خطر على سلاله الزومبي اللي بداوا يتطوروا بشكل كبير. وبيحصل بينهم اشتباك والبروفيسور بيضرب مورجان وبيكون اقوى منه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما مورجان بيزقه على سيخ حديد وبيقدر انه يقتله. وقتها البروفيسور بيصرخ بصوت عالي، وطبعا بيجي جيش كبير جدا من الزومبي على صوته وبيبداوا يهاجموهم. وقتها جانيت بتقرر تضحي بنفسها وبتقدم نفسها وجبه للزومبي علشان تعطلهم وتدي فرصه لجينا ومورجان انهم يهربوا، وبتقفل الباب عليها وبيحزن مورجان على موتها وبيفضل يعيط، وبياخد جينا وبيهربوا بسرعه من المكان، وبيقدروا اخيرا يطلعوا بره القاعده من نفق الطوارئ. وبيكون النفق ده بيطلعهم في غابه مليانه زومبي، ولكن مورجان بيقدر يوصل لموتوسيكل هناك وبيهرب هو وجينا والزومبي بيجروا وراهم. وبنفهم ان جينا ومورجان هيشتغلوا اكتر على التقارير والابحاث اللي تخص دم مورجان، وده علشان يطوروه ويقدروا يوصلوا لعلاج للفيروس، وده بعد ما يلاقوا مكان امن يستخبوا فيه. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.